مفيش اجمل من الجلاش بالكريمه. تعالوا نعمله، سهل وسريع جدا. عندنا هنا الاول الشربات، كوبايتين سكر عليهم كوبايتين من الميه، عصير نص ليمونه، ومعلقه كبيره من عسل الجلوكوز. بعد كده هعمل الكريمه. عندنا كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين كبار من السكر، وكمان عندنا رشه من الفانيليا، معلقه كبيره من الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار من النشا، ما نزودش النشا عن كده. وهقلب بقى كويس جدا، ودي هتبقى احلى كريمه معاكم. هنرفعها بس على النار ونسيبها لما تغلي مع التقليب المستمر، وهرفعها من على النار عقبال ما اعمل الجلاش. عندي هنا صينيه مقاس 30. انا هنا مستخدمه الزبده مع الزيت، مستخدمه كوبايه الا ربع من الزبده وربع كوبايه من الزيت. الزبده الصفراء بتبقى حلوه جدا جدا وبتخلي الجلاش مقرمش معاكي. هستخدم هنا ورقتين، مش ورقه ورقه، وكل ورقتين هدهن بالشكل ده، وبخلي نص الورقه تكون بره ونصها في الصينيه، علشان لما نيجي نحط الكريمه بتاعتنا ما تخرجش من الحروف. وبعد كده بقى حطيت الكريمه، طبعا غليت معايا وسبتها بس هديت شويه كده، لكن هي دافيه. وهفردها بقى في الصينيه. وطبعا واحنا بنفردها ما نقلقش خالص، لان احنا عندنا كل الجوانب متقفله. بعد كده بقى هتني من جوه لبره، ومخليه بس ورقتين من الجلاش. هقفل بيهم الصينيه من فوق، وهوريكم انا هقفلها ازاي. وكل ما بتني طبعا بدهن من الزبده والزيت اللي انا عاملاها. وبعد كده حطيت الورقتين، وهقفل بقى الصينيه بيهم. برفع الحروف بالراحه كده، وبالمعلقه بدخل الحرف بتاع الورقتين اللي في الاخر دول، طبعا عشان يدونا شكل حلو وتبقى الصينيه كلها متساويه. بعد كده هقطعها وادخلها الفرن على درجه حراره 200. بتاخد حوالي تلت ساعه في الفرن، وتطلع باللون الحلو معانا. نسقيها بالشربات، وبالف هنا وشفا. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو.